بسم الله توكلت على الله. معاكم نشوى من مطبخي. ان شاء الله النهارده نعمل البغاشه العسل دي الغاليه اوفر بره. هنعملها بلفه جلاش فقط لا غير. لفه جلاش دي ب 15 جنيه عشان المصداقيه بصراحه. كانت نازل عليها اوفر، كانت ب 13 جنيه. لفه جلاش واحده ب 13 جنيه، نعم ب 13 جنيه. يعني اول تكلفه عندنا 13 جنيه. بصي عملنا الكمية دي كلها، وكان في كمية قبليها صغننين كده، شوية صغيرين كده لفيتهم رول كده. دول طبعا كلناهم قبل ما افنش الفيديو. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. عملنا البغاشة بالكريم شانتيه، سهلة موت. عندي لفة جلاش، وما تغلطيش غلطتي، لازم الجلاش بعد ما بيطلع من الفريزر او التلاجة لازم تسيبيه يرتاح على الاقل بالظبط 3 4 ساعات، يبقى بدرجة حرارة المطبخ. تمام. هو كان ناشف معايا، فما كانش يعني كانت بيتكسر معايا شويه، بس الحمد لله عدت. هاخد اول ورقتين هفرده، وبعد كده الفه في فوطه، وبعد كده اخد ورقه ورقه. تمام. الورقتين دول كانوا متكسرين، فقلت اعمل بيهم اي حاجه، فلقيتهم برضو انا بدهنهم لقيتهم بيتكسروا مني، فاتنرفزت ورحت شايلاهم. شلتهم على جنب. بس استغلتهم طبعا، انا ما برميش اي حاجه، الحمد لله الحمد لله. طول عمري ما برميش حاجه خالص، فيعني بشغل كل حاجه حتى لو الحاجه باظت يعني بالف لها اي حاجه. والورقتين دول مش هيترموا. تمام. جبنا اول ورقه، بدانا ان احنا ندهنها ورقه ورقه، لازم تكون ورقه ورقه عشان تبقى مورقه معاكي. تمام. هندهنها سمنه كويس جدا. عندي هنا خدت 3 معالق كبار سمنه بلدي على شويه زيت. دفيناهم مع بعض، خليناهم يمتزجوا كلهم مع بعض. سمنه بلدي سمنه بلدي، لازم سمنه بلدي بالله عليكم. الجلاش عموما كل وصفات الجلاش او الكنافه او البسبوسه لازم سمنه بلدي. تمام. طيب احنا ما عندناش سمنه بلدي، عادي خلاص، ايه المشكله؟ اذا هنأزم الدنيا استحاله. ان شاء الله باذن الله تعملي كل حاجه بالحاجه اللي عندك. تمام. بدأنا ان احنا نورق الجلاش، بنحط بين كل ورقه وورقه سمنه كويس جدا. وبعد كده نخلص الكميه بتاعتنا كلها، وهوريكم هنعمل ايه. في حاجه صعبه لغايه دلوقتي يا نشوى؟ مفيش حاجه صعبه لغايه دلوقتي يا نشوى. امال بيبيعوه غالي بره ليه؟ الله اعلم بحالهم. الله اعلم، بيطلعوا عماله، بيطلعوا كهرباء، بيطلعوا، بس مش بالاوفر اللي احنا بنشوفه ده. لو اتقينا ربنا في حياتنا وفي شغلنا، وبجد بجد بجد هنكسب اكتر كتير يعني. اكتر كتير يعني. حرام نبقى مفتريين على الناس. تمام. بدات ان انا اساوي الاحرف، خلصت الكميه كلها، بدات ان انا اساوي الاحرف كويس، اشيلها. وبعد كده هقسم كل العجينه زي ما كل الجلاش زي ما انا بعمله كده. تمام. خدته بالعرض. وبعد كده بدأت ان انا اقطعه. عايزة كله مقاس واحد، فاقطعه كله على بعضه. تمام. انتي عايزة 10 رقات، اوكي مفيش اي مشكلة. عايزة اقل، تمام. عايزة تطلعي كمية اقل عشان الحشوة تبقى كتير عندك، اوكي مفيش اي مشكلة. شوفي العدد اللي انتي عايزاه. يعني انا خدت بالظبط يعني 5 طبقات، يعني كان زي ما بيجوا في ايدي بصراحه. بدات ان انا اتني كده. تمام. بدات ان انا اتني التانية كده، يعني انا عايزاها مثلث. تمام. بصوا امشوا على الخطوه بالظبط وانتوا هتطلعوها. صعبه لغايه دلوقتي؟ تشكيله صعب. يعني تقطيعه صعب؟ مفيش اي حاجه صعبه خالص. بيتقطع معاكي بمنتهى السهوله، لان احنا اديناه السمنه المظبوط بتاعته. تمام. لو كنا قطعناه من غير سمنه كانت هرى منك، وكان اتكسر، وكان بهدل الدنيا، ما كنتيش طلعتي النتيجه الحلوه دي. ما شاء الله. بصوا انا بساوي، لو في اي حاجه زياده فيها بسويها عشان الشكل في الاخر يبقى حلو. تمام. بصوا التقطيعه ازاي، تقطيعه سهله جدا جدا جدا. انا ان شاء الله باذن الله من النهارده هوريكي طرق للجلاش بلفه جلاش واحده بس. ممكن تعملي عزومه. يعني لو جالك اي ضيوف، في ثواني 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 جيبي لفه جلاش واعملي احلى احلى حلويات تتخيليها، وافخم حلويات بجد بجد بجد. هينبهروا بالطعم والشكل. الشكل الاول طبعا، انا الشكل الاول عندي يعني اهم من الطعم بصراحه. يعني انا بحب ابص على شكل الحاجه الاول. بدات ان انا اقطع باقي الكميه كلها عشان اوريكي طلعت معايا كميه قد ايه. بصي بقى، الحاجات اللي بتفيض عندي او الزوائد بستعملها، والله ما برميش اي حاجه خالص خالص الحمد لله. انا دهنه سمنه كويس جدا. بعد ما بخلص بدهن سمنه بسيطه جدا جدا على الوش. بصي الزوايد اللي طلعت عندي اهو، استغلتها عملتها رول كده، ودي كانت طعمها تجنن ما شاء الله. حطيته في الفرن لما بياخد لون من تحت، اشغل عليه الشوايه من فوق، او شغلي الشوايه فوق من فوق من الشوايه مع الفرن.
تمام على كده. السِوَى بتاعه سهل جدًا، جدًا، جدًا. بدأت إن أنا أجيب السيرب بتاعي وأدهنه وهو سخن، لازم السيرب يكون ساقع وهو سخن. الس ال الع الشربات بتاع الجلاش بيبقى كوبايتين سكر على كوباية وربع، كوبايتين سكر على كوباية وربع مَيّة على نُص ليمونة على فانيليا، بس على كده. يغلي 10 دقايق، 10 دقايق أو ربع ساعة بالكتير أوي، وبعد كده سيبيه يبرد واشتغلي بيه على طول. تمام؟ ما شاء الله أنا سقيته، برضه أنا عايزة أورّيكم هو بيتفتح إزاي، وبُصّوا الرقات عاملة إزاي يا جماعة، بُصّوا ما شاء الله. أنا خايفة بجد أمسكه عشان كان بيتكسّر منّي، فأنا كان لازم إن أنا أسيبه، أنا طبعًا ما عنديش صبر، ما فيش صبر، فلازم أورّيكم هو ما شاء الله. يعني هو غالي ليه برضه؟ يعني أنا برضه عايزة أعرف هو غالي ليه. نروح للكريم شانتيه، عندي 4 معالق كبار كريم شانتيه، صعبة؟ مش صعبة، تمام. عندي معلقتين ونُص كريم لبن بودرة، معلقتين ونُص كبار لبن بودرة، تمام. 2 معلقة كبار باستري كريم، إحنا مش هنحط سكر لإن الباستري كريم already فيه سكر. بدأت إن أنا أقلب كل المكونات مع بعض، وعندي كوباية كبيرة مليانة مَيّة، مَيّة بتلج، تمام. هتقولي لي التلج لا، 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 هيسيح ما تقلقيش. عايزة تشيلي التلج خلاص، بس أهم حاجة كوباية المَيّة تكون متلجة، كوباية مَيّة كبيرة. أنا بدأت إن أنا أحط المَيّة واحدة، واحدة علشان أضبط القوام. أنا عايزة القوام بتاع الكريم شانتيه المرّة دي تقيل جدًا عشان يدّيني يعني يكون مضبوط في اللقمة بتاعتي، تمام. ما شاء الله، ما شاء الله. أنا كنت باخد يعني بادوق السُكّر بتاعه. أنا ما حبيتش إن أنا أحط سُكّر خالص عشان إحنا ساقيين الجلاش بتاعنا، ساقيينه سيرب، فإحنا مش عايزين نزوّد الحاجة أوي عشان وأنتِ بتاكلي حاجة تبقى مضبوطة في السُكّر كويس جدًا، تمام. بدأت إن أنا أضرب الكريمة عشان أورّيكِ القوام اللي أنا عايزاه. في أي حاجة صعبة لغاية دلوقتي؟ ما فيش أي حاجة صعبة لغاية دلوقتي. بُصّي القوام عامل إزاي، هو ده القوام اللي أنا عايزاه. والله العظيم أنا مش عارفة هُم بيبيعوه غالي ليه، حرام يا جماعة، حرام والله. بدأت إن أنا بُصّوا بقى الكمية اللي أنا طلّعتها من لفة جلاش واحدة، طب يعني حاجة يعني حاجة بسم الله ما شاء الله بجد، يعني حاجة بسم الله ما شاء الله. بدأت إن أنا أجيب اللقمة بتاعتي أفتحها، وبعد كده أحشي الكريمة بتاعتي بأي شكل عندِك، بأي بلبلة عندِك، أي شكل، يا ستي مش عايزة تعملي شكل اعمليه كده عادي سادة. أي شوية مكسرات فايضين منِّك من رمضان شغّليهم، تمام. مش عايزة تحطي مكسرات يبقى أحسن، بس يعني إحنا حبينا نغيّر شوية. ال آمم البقلاوة بالكريم شانتيه أحسن كتير جدًا، جدًا، جدًا من الباستري كريم أو المهلبية أو الكريمة الكدابة دي يا جماعة. بُصّوا تاني يوم أنتم بتلاقوها جمدت، فما بتبقاش لذيذة. الكريم شانتيه مهما سِبتيه بجد في البقلاوة بتاعتِك هتلاقيه جنن، يعني مهما سِبتيه أسبوع مش هيجرى له أي حاجة. إنما الكريمة اللي هي الباستري كريم ماشي أوكي، بتبقى حلوة أول يوم، بس بعد كده بتمسك وبتنشف ما بتبقاش لذيذة. جرّبيها بالكريم شانتيه والله بجد هتدمنيها، هتدمني الطريقة دي. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لفة جلاش واحدة ب15 جنيه عملت معايا كمية، وشوية الكريم شانتيه وشوية، يعني كلّه total كلّه كلّفنا كام يا جماعة؟ كلّفنا 15 سوري كلّفنا 30 جنيه. طيب لمّا أنا أروح الكمية دي عملت لي كيلو وربع أو أكتر. لو أنا رُحت اشتريت الكيلو وربع ده برّه، هل تتخيّلوا إن إحنا ممكن نجيبه بكام؟ يعني والله العظيم أقل حاجة ب250 جنيه، فحرام. أنتم أولى بكل قرش، أنتم أولى بكل حاجة. قومي اعملي اتشجعي، الطريقة سهلة ما فيهاش أي حاجة صعبة خالص، مجرد خطوات بتمشي عليها في منتهى البساطة، يعني بسيطة جدًا، جدًا. بدأت كالعادة أبوّظ الدايت وآكل، يعني أنا عملت لي دي كانت قطعة كده زيادة، فحطيت فيها كريم شانتيه وأكلتها. بُصّوا المنظر بقى والجمال، بُصّوا التوريقات عاملة إزاي، ما شاء الله. جرّبيه بجد، بجد، بجد هتدمنيه. عندِك عزومة، جالِك ضيوف فجأة، قومي في ثانية في لمح البصر هتعمليه إن شاء الله. واللهم احسن ما بين إيدينا جميعًا يا رب. واللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب. ابدئي بالتوكل على الله، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل. كل حاجة هتتعمل كده في لمح البصر عندِك. إن شاء الله بإذن الله يا رب يكون الفيديو عجبكم إن شاء الله، ودي أول طريقة للجلاش. وإن شاء الله انتظروني في فيديو جديد. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة، وآخر حاجة هنقولها باي باي.